بص يا صديقي، ده مدخل. احنا في الشرق ارتفاع الجبل اهوت، وادي المدخل اهو. مدخل من على وش الارض، منحوت نحت كامل، منحوت نحت كامل اهو. تمام. المدخل ده في منه بنسبه كبيره 90% كان بيبقى مفتوح، وده ليه؟ عشان خاطر اهل المتوفى كانوا بيدخلوا جوه هنا يقدموا القرابين والكلام ده. تمام. للكال اللي هي للروح، كان بيعمل الاكل والشرب والبخور والكلام ده. تمام كده. المدخل ده خلف منه غرفه. لا الغرفه بتبقى مليانه عجنات ولا اي حاجه، زي ما انت شايف كده، غرفه منحوته اهي. تمام. الغرفه دي بقى ليها اسامي كتير، حاجه زي حوض الدفن او الصاله او البهو او الفناء او خلافه. طب اللي عندنا هنا دي اسمها ايه؟ حوض دفن. ليه بقى اسمها حوض دفن؟ انها تحتوي على بير الدفن اهو. بير الدفن اهو. تمام. وادي الفتحتين بتوع الغرفتين الدفن. على فكره في اكتر من شخص هنا كان مدفون في المقبره ديت. ما فيهوش كلبات نزول. لما كانوا بيقول لك شرط يكون في كلبات نزول، وانت نازل تبقى شرق وانت طالع تبقى غرب، ولازم مش عارف ايه، ولازم والبير بيبقى مليان عجنات ومش عارف كذا، وتنزل 70 80 90 الف كيلو عشان خاطر توصل للكنز، وخلاص نص ساعه ونص يوم وربع يوم وسنه، وتفضل سنتين ثلاثه يا ابن عمي شغال بيتكسر في الجبل، وتكتشف في الاخر انك شغال في طبيعه، وان المعلمين وهموك ونصبوا عليك، وما هي الا سبوبه دايره عليك وعلى غيرك يا ابن عمي. تمام. تجريش ورا الوهم، تجريش ورا الكلام ده كله. الغرض من الفيديوهات دي توعيه، لا اكتر ولا اقل. مش معنى ان المقابر دي على وش الارض يبقى هي سهله، مش معنى ان هي موجوده وعين عينك كده يبقى خلاص اروح اشتغل وبتاع بدون معرفه، بدون الكلام ده. انت بتعمل حاجه خطأ قانوني، بتعمل حاجه ممكن توديك يعني في خطأ كبير زي ما انت شايف كده، وتكتشف في الاخر يا معلم ان الرجاله مشغلينك في طبيعه جبل، وهي راحت فلوسك بعد ما كنت حاطط فلوس على اساس انها هتطلع اثار وتبقى مليونير، اتخرب بيتك وراحت كل حاجه. ده يا صديقي من الاخر كده زي ما انت واضح كده، ده النحت في الغرفه، وده بير الدفن. تمام. وده مداخل الغرف زي ما هي واضحه قدامك في الصوره كده. يا رب بس تكون واضحه قدامك اهيت. مداخل الغرف صريحه، لا بتبقى مقفوله بعجنات ولا بيبقى البير معمول بعجنات. تحياتي لكم جميعا. انا احمد سفاري، ودي صفحه الاشارات مكتول. السلام عليكم.